السيشن الثالث من السوفت سكيلز كورس. النهارده هنتعلم عن مهارة حل المشكلات أو البروبلم سولفينج سكيلز. مهارة حل المشكلات دي أهم مهارة المفروض تكون موجودة ليك أنت عشان تعرف ترتاح في الحياة وتقابل كل المشكلات اللي أكيد كده كده هتنزل. زي ما قلنا الدنيا دار بلاء، وفي نفس الوقت هتنفعك جدا جدا في الشغل. وغير بلائي في الدنيا، أنا واحد بيأذيني في مشكلة واقع عليا، في حاجة، في تحدي جديد، في صعوبة، أعرف إيه هي وأحلها إزاي وأتعامل معاها إزاي. لا إما والله العظيم هتبهدل بهدلة شديدة لو ما معيش المهارات ديت. كل واحد بيفوق لنفسه يا ابني، بس افهم حاجة زي كده. مفيش مانع نتقي الله في غيرنا لو هو محتاج، لكن انت مسؤول عن نفسك بعد الله سبحانه وتعالى، بعد رضا الله سبحانه وتعالى. مسؤول عن نفسك بس عشان تقدر ترحم نفسك ويبقى عندك صحة نفسية مرتاحة. بعد كده لو قدرت تنفع حد تنفعه، لكن ما يبقاش ناس مرتاحة نفسيا في الحياة وعايشة لنفسها وانت رايح تموت نفسك عشان ناس واقعين زيك او تحت منك. غلط، انت بتدمر نفسك وبتدمرهم اكتر، وهتفضلوا طول حياتكم في الوضع ده. افهم النقطة دي كويس جدا وانت حر. خلي بالك دي اهم مهارة حل المشكلات. هي ايه بقى المهارة ديت؟ بحدد المشكلة ازاي، بفهم اسبابها، ببتدي ان انا احل بالطرق الصحيحة او الطرق الممكنة. اوكي، المهارة ديت لو موجودة فيك، غير انك هترتاح باذن الله في الدنيا على قدر الاستطاعة، ما قلناش انك هترتاح دايما، الدنيا دار بلاء، هتبقى مكسب لاي صاحب عمل، لانك عارف ازاي تحل المشكلات لنفسك او لاي حد. مش بتوجع قلبك وتعمل مشاكل لنفسك او لاي حد، بتعرف تحل المشكلة بسهولة وسيريس، وتوفر بيئة آمنة وسهلة ومريحة في التعامل، وبتتوقع المشكلة قبل ما تحصل، مفيش ارتباك ومريح أعصابك. أهم عامل بقى في حل المشكلة إنك تركز على الحل مش المشكلة. مهما كانت المشكلة كبيرة، أنا بركز على الحل دلوقتي، ما بركزش على المشكلة. هركز على المشكلة مش هبقى قد الموضوع خالص، وعقلك عمره ما هيرتاح ويبدع في تفكير حل المشكلة طول ما أنت حصره في المشكلة والتركيز فيها. حتى وإن كانت صغيرة، لو صغيرة ممكن، لكن مع كتر المشاكل وكبرها بلاش تعمل كده، واتركها لله. دايما في حل لأي مشكلة، بس اللي دايما بنشوف بقى، وده الحقيقة اللي محدش فاهمها، إن ممكن الإمكانيات المادية مش مساعدة، البيئة اللي حواليك مش مساعداك، أنا مش فاهم إزاي أحلها، وإن كانت بأساليب بسيطة تخليني ألهو عنها أو أنشغل عنها، إن كان ده حلها دلوقتي ما ده اللي في إيدي. بس عدم وجود العلم والمعرفة وتدمير النفس بالتفكير أكتر في المشكلة، والظلم اللي بيمارس عليك أو كذا أو كذا أو كذا، وعدم المعرفة أو الوضع الصعب ده بيخليك بدل ما ترتاح وتفكر بسهولة، ما كانش في إيديك حاجة، أفكر بسهولة وأريح أعصابي وأهدي نفسي بذكر الله وأفوق واحدة واحدة في حاجات معينة هي هتكون على الأقل سبب نجاة. لأ، هدمر نفسي أكتر لأني ما عنديش علم ولا معرفة، واللي حواليا مش مفهميني ولا مساعديني. فعشان كده افهم اللي بنقوله. طيب الخطوات بقى. أول حاجة بعرف المشكلة ببساطة. المشكلة اللي عندك دي إيه؟ مشكلة مادية، مشكلة نفسية، مشكلة جسدية، آه، إصابة بمرض، في حد هو السبب في كده، مشكلة عائلية، مشكلة في تواصلك، مشكلة في العمل، مشكلة في كذا في كذا في كذا. لازم أعرف نوع المشكلة إيه عشان أبتدي أشتغل صح. طيب أحلل بقى المشكلة. خلاص أنا عرفت المشكلة، خلاص إيه هي، أحللها. يعني مثلا نمسك من مشكلة، الراجل ده عنده مشكلة مادية مثلا، إحنا بندي أمثلة عامة عشان الموضوع يبقى سهل وبسيط. الراجل ده عنده مشكلة مادية، تمام، تعالوا نقعد مع بعض واحدة واحدة. ده الراجل ده الراتب بتاعه 10,000. مش أقصى شيء ولا أقل شيء، ممتاز. بس مع احترامي ليك، أنت عندك مشكلة إنك بتصرف أكتر من الحد، يبقى أنا كده عمال بحلل معاك أهو. أنت بتصرف رفاهيات كتير، أنت ما بتشيلش جزء أساسي من كل ما بيجي لك الراتب بتاعك، ما بتشيلش جزء أساسي حياة أو موت قبل ما تصرف أي جنيه. 40% منه للصندوق الأمان، أو اللي هو زي ما بيقولوا الجزء اللي باشيله لحالة الطوارئ. أنا دلوقتي بقيت في الشارع، أنا دلوقتي حصل مشكلة، أنا دلوقتي حصل كذا، أنا محتاج علاج، محدش هينفعني. أنت ما بتشيلش جزء اسمه جزء الأمان، جزء الطوارئ الأخيرة. ده جزء بيتشال، المفروض انت بتشيل فيه، ما بتشيلش، بتصرف كتير في الهلس زي ما بيقولوا. الله صلى الله عليه وسلم بتضيع فلوسك في حاجات كتيرة انت بتعملها غلط. طب هنتكلم مثلا الراجل ده عنده مشكلة نفسية، لا الراجل ده ما كانش في حد ما فيش اب كان بيضربه ولا بيمارس عليه ضرب شديد زي ما كنا بنشوف او بنروح ونيجي. الاب دوت اهله لا مش اغبياء عليه، مش بينفسنوا عليه ومش عارف ازاي يتعامل مع الناس. ده هو كل حاجه زي الفل، بس في جواه تراكمات بسبب حاجات بيعملها، بسبب معاصي وذنوب، بسبب ان هو البيئه حواليه جميله كل شيء، بس هو اللي مش عارف يتعامل معاهم ازاي ومدمر نفسه. دي تحليلات
بابتدي احلل، انا عرفت المشكله ايه هي، خلاص ماديه نفسيه مش عارف ايه، ابتدي احلل بقى على بركه الله، اجمع معلومات عن المشكله، اجمع معلومات، اروح اسمع اهله، اروح اسمع اخوانه، اروح اعرف منه من كذا حته، اساله كويس. لو انا مثلا عارف كل شيء ادله فيه، بس في حته مش فاهمها اسال حد اكثر مني خبره او ادله عليه، في حته عايز اسال فيها اعرف واروح ادير له. لازم اجمع كل شيء عن المشكله عشان اعرف اادي فيها بطريقه صحيحه بما يرضي الله. تطوير الخيارات والحلول، احاول بقى ان انا ابتدي الله صلى الله عليه وسلم احط حلول معينه. طب انت هتعمل كذا، هتعمل كذا، هتعمل كذا، هتعمل كذا، بلاش صرف. انت راجل مثلا مريض، بلاش ان انت تحتك بالناس كتير، المفروض تاخد العلاج، المفروض تريح اعصابك، لو مشكله كذا يبقى المفروض تعمل كذا. دي الحلول وبتحاول اتطورها في بدماغي بما يتناسب مع حالته. اوكي، تقييم الافكار والحلول. انا النهارده خلاص عرفت ان انت مثلا عندك مثلا مشكله مع اهلك ناس ظالمين، اهلك مهما تتقي الله فيهم مفيش فايده، اهلك كذا اهلك كذا اهلك كذا، ناس سلبيين او توكسيك في العلاقات اللي حواليك في الاهل. نمسك بس موضوع الاهل، جالي كذا فكره انك تعرضهم وابعدوا انتوا ناس ظلمه وتاخد حقك. بعدين ناخد فكره ثانيه كذا كذا كذا، نمسك اول حل، لا الحل ده مش هينفع، تعرضهم وتضربهم ده بيتهم وملكهم، انا ما عنديش دلوقتي، الراجل ده ما عندوش مكان دلوقتي، يبقى مش ده افضل حل مهما كانوا ظالمين. تاني حل، اواجههم اقول لهم بالعقل 1 2 3 يا ريت ما نعملش كده. تمام، حل سليم. تالت حل، اواجههم بس برضو اقول لهم انتوا ظلمه وفجره ومش عارف ايه، لا برضو ما هيعتدوا عليك. طب رابع واخر واسلم حل، اقول لهم يا جماعه حرام بلاش نعمل كذا واللي انتوا عايزينه تحت امركم، مع انهم ظالمين وانا عارف ان هم ما فيش فايده مهما تتقي الله فيهم، لا برضه هقول لهم كده، وامارس والاذى اللي بيمارسوه عليا اطنش، واحاول انزل اتمشى يوميا، احاول ان انا اقلل الاحتكاك بيهم، احاول ان انا ابعد، اقول لهم اسكت شويه، ما اتكلمش معاهم كتير، ما احتكش بيهم كتير عشان ما ياخدوش عليا قوي ويرجعوا يمارسوا عليا ظلم، ما يحتكش بيهم كتير، احتك بيهم بالعقل على قد الظلم جاد، اتكلم اهدى شويه مش عارف ايه. دي خطوات سليمه جدا، واهتم بالجانب المادي ان انا انفق معاهم في المصاريف واديهم فلوس عشان برضو يبقى في قوامه شويه. بص، جانب جميل جدا، تجاهل بالعقل لحين ما اطلع منها وانا بشيل قرش يبقى انا هكون مكان تاني. الحل يا جماعه بالكرياتيفيتي والابداع والعلم الشرعي الاسلامي والطرق النفسيه الاداريه ديت هتخليك مرتاح. شفنا احنا خدنا كام حل وشفنا افضل حل فيهم بفضل الله. سادس خطوه هي اتخاذ القرار. احنا خلاص خدنا الحل الاخير اللي هو هنعمل كده، هنريح دماغنا بكذا، هنعمل كذا هنعمل كذا، وهنحاول بقى في ظلم واقع، بس هنحاول نصبر ونقول الحمد لله ونريح اعصابنا، والشيطان ما يضحكش علينا ان احنا ناخد غريزتنا والدفاع عن نفسنا. انا عارف انك مضطر ومظلوم بس ما لهاش لازمه، انت خلاص فهمت اللي فيها، دوت القرار السليم. المراقبه والتقييم، انا بقى خلاص اديته القرار وهو مشي على بركه الله وابتدى يشتغل فيه، اراقب هل بيمشي على الموضوع صح، هل بيسمع الكلام وخذ القرار دوت وابتدى يحل فيه، ولا ما سمعهوش، او ممكن انا اللي عندي انا اديته قرار مش انسب قرار، فنشوف قرار تاني هيعمل كذا هيعمل كذا. اوكي، اراقب واقيم القرار اللي خدناه مع بعض واحده واحده بالعقل. كده بفضل ومنة الله بسهوله ويسر وسيريسلي خلصنا حل المشكلات. تمام، يبقى باختصار حل المشكله، الحل ابتدي ان انا احل، اقسم المشكله، اشوف كذا هو عنده كذا بسبب كذا، عنده كذا بسبب كذا، بعدين بقى اعصف ذهني، احط في دماغي انا هعمل ايه، اركز ده هيعمل كذا بسبب كذا، هيعمل كذا، هيعمل كذا في دي، هيعمل كذا في دي. رابع حل، هنحط خطه بقى للموضوع دوت وهنبتدي نطبق باذن الله عشان ما يكونش كلام كده وخلاص.